فيلم جديد نزل في السينما اسمه فيلم الملحد، وفكرة الفيلم عن شاب ابن شيخ سلفي، وكان ابوه بيعذبه من وهو صغير في حفظ القرآن وكتب الحديث الست. فالشاب ده كبر واتعقد وكره الدين وبقى مشتت في الحياة، لحد ما اتعرف على واحد صاحبه اسلامي وسطي معتدل بيزني وبيعمل معاصي وبيشرب خمور، وعلمه ان الدين يسر ومش عسر. ما هو فعلا الدين الاسلامي يسر ومش عسر، بس مش اليسر اللي انت فاكره كده يا استاذ. والفيلم بيقفل على كده، والمطلوب من شبابنا انهم يقلدوا الفيلم ده، انهم يقلدوا احمد حاتم اللي هو قايم بدور الملحد في الفيلم ده. الفنان الراحل مصطفى درويش رفض المشاركه في الفيلم ده، الله يرحمه، كان عنده مبدأ. انما عادي محمود حميدة يعمل دور شيخ سلفي متحجر الافكار، واحمد حاتم يعمل دور ملحد، هما مش هياخدوا فلوس؟ يبقى طز في اي مبادئ. وطبعا الفيلم من تأليف ابراهيم عيسى اللي معروف انه بيهاجم دايما الدين الاسلامي وافكاره، والفيلم ده اكيد هيتعمل له دعايه ضخمه.